السلام عليكم. في خبر حصري، انتقل اللاعب المغربي إلياس أخوماش رسميا إلى نادي رايو فايكانو الإسباني قادما من فياريال، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي بعد خيبة الخروج من كأس الأمم الإفريقية رفقة أسود الأطلس. وجاء هذا الانتقال في إطار سعي اللاعب لفتح صفحة جديدة والتركيز على مستقبله الكروي من خلال الحصول على دقائق لعب أكثر ومواصلة تطوره في منافسة الدوري الإسباني. إدارة رايو فايكانو عبرت عن ثقتها في إمكانية إلياس أخوماش، معتبرة أن الصفقة تمثل إضافة نوعية للفريق خلال ما تبقى من الموسم، خاصة لما يتمتع به اللاعب من سرعة ومهارات هجومية. من جانبه يسعى أخوماش إلى استعادة مستواه المعهود وتقديم أفضل ما لديه بقميص فريقه الجديد، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإسباني. ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب بتدريبات رايو فايكانو خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لأول ظهور رسمي له في الليغا. وأخيرا، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وشكرا.